في بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية، تم التأكيد على أن قيس سعيد شدد خلال هذا اللقاء على أن الانتخابات هي محطات دورية تتيح للشعب صاحب السيادة وحده دون سواه أن يختار بكل حرية في احترام كامل للقانون. وأشار الرئيس إلى أن الانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي عملية حيوية تعكس إرادة الشعب وتكرس مبادئ الديمقراطية. لذا فإن أي محاولة لتعطيل هذه المحطات أو التأثير عليها بطرق غير مشروعة تشكل تهديدا مباشرا لسيادة الشعب. وأضاف الرئيس أنه لا مجال للتراخي والانتظار، كما لا تسامح مع من يعمل على تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمة تلو الأزمة، مرة في هذا القطاع وأخرى في ذاك. هذه التصريحات تأتي في إطار التنبيه من محاولات بعض الأطراف خلق حالة من عدم الاستقرار والتوتر داخل البلاد، سواء عبر افتعال الأزمات في قطاعات حساسة أو من خلال التحريض على الفوضى. وأكد الرئيس أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وستواجه بكل حزم أي محاولة للعبث بأمن الوطن. وفيما يتعلق بالسيادة الوطنية، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، ويرفض شعبها أن تتدخل فيه أي دوائر من الخارج. وشدد على أن استقلالية القرار الوطني ليست مجرد شعار، بل هي مبدأ أصيل يتجذر في تاريخ تونس ووجدان شعبها. وأوضح أن الشعب التونسي يرفض بشكل قاطع أن تكون بلاده رهينة لإملاءات خارجية أو أن يخضع نظامها السياسي لأي شكل من أشكال التبعية. وأكد على ضرورة أن يكون القرار التونسي مستقلا، نابعا من إرادة شعبية خالصة، بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات أجنبية. وفي ختام حديثه قال رئيس الجمهورية إن النظام داخل الدولة يجب أن يكون في خدمة الشعب فقط، وليس خادما مطيعا لأي جهات خارجية. وشدد على أن الدولة يجب أن تعمل باستقلالية وكرامة، محذرا من أن أي محاولة لتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات تخدم مصالح خارجية ستكون مرفوضة تماما من قبل الشعب التونسي. وفي سياق آخر، من المنتظر أن تمثل اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024 المحامية سنية الدهماني أمام هيئة الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك للنظر في الطعن المرفوع ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقها، والذي يقضي بسجنها مدة عام واحد مع النفاذ العاجل. وتأتي هذه الجلسة في إطار الإجراءات القانونية المستمرة، حيث يتم النظر في قضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط القانونية والإعلامية بتونس. يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق سنية الدهماني، في خطوة اعتبرها البعض مشددة. وقد أحيلت الدهماني لاحقا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تم توجيه تهم إليها على خلفية تصريح إعلامي أدلت به بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة في تونس. هذا التصريح أثار موجة من الجدل والنقاش حول حرية التعبير وحدودها، خاصة في سياق المواضيع الحساسة مثل قضايا المهاجرين. المرسوم عدد 94 الذي تم توظيفه في هذه القضية يعتبر من التشريعات التي تمثل محورا هاما في النقاشات القانونية بتونس، حيث يرى البعض أنه أداة قانونية لضبط الخطاب الإعلامي وحماية الأمن الوطني، بينما يراه آخرون تقييدا غير مبرر لحرية التعبير. وقد دفع هذا المرسوم بمحامين وناشطين حقوقيين إلى التعبير عن مخاوفهم بشأن استخدامه لتجريم التصريحات الإعلامية التي تتعلق بالقضايا العامة. وقضت الدائرة الجناحية الابتدائية بناء على توجيهات المرسوم بسجن سنية الدهماني مدة عام واحد مع النفاذ العاجل، وهو الحكم الذي اعتبرته بعض الأوساط الحقوقية قاسيا وغير متناسب مع طبيعة التهم الموجهة إليها. ورغم ذلك قامت الدهماني بالطعن في هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف، معبرة عن رغبتها في الحصول على فرصة لإعادة النظر في القضية وإثبات براءتها. من جهتها لم تكتف النيابة العمومية بالحكم الابتدائي، حيث قامت هي الأخرى باستئناف الحكم الصادر ضد الدهماني. ويرى مراقبون أن استئناف النيابة يعكس إصرارا على متابعة القضية بشكل دقيق، مما يعزز من تعقيد المسار القانوني ويزيد من أهمية قرار محكمة الاستئناف في تحديد مسار هذه القضية المثيرة للجدل. وتأتي هذه القضية في سياق أوسع من النقاشات حول حرية التعبير في تونس، والتوازن بين حماية الأمن الوطني وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية. من المتوقع أن تحظى الجلسة باهتمام إعلامي واسع،
خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي حظيت به القضية منذ بدايتها، وتداعياتها المحتملة على مستقبل العمل الإعلامي والقانوني في تونس. الاحتفاظ بأمينة مال حركة عازمون بشبهة افتعال تزكيات للعياشي الزمال. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 لأعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين السجومي بالاحتفاظ مدة 48 ساعة قابلة للتمديد بأمينة مال حركة عازمون، وذلك على خلفية شبهة افتعال التزكيات الخاصة بالمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات الجارية بشأن مزاعم خطيرة تتعلق بتزوير إرادة الناخبين واستغلال أسمائهم في دعم ترشيحات سياسية دون علمهم أو موافقتهم. ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 كانت قد أذنت لأعوان الشرطة العدلية بسيدي حسين السجومي بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شكايات تم تقديمها من طرف مجموعة من المواطنين، حيث أفاد هؤلاء المواطنون بأنهم فوجئوا بوجود أسمائهم في قائمة التزكيات الخاصة بالمترشح العياشي الزمال، رغم أنهم لم يقوموا بتقديم أي تزكية أو دعم لترشحه. وتأتي هذه الشكايات في ظل حالة من التوتر السياسي والانتخابي، حيث يعتبر التزوير في التزكيات من الجرائم الانتخابية الخطيرة التي تهدد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث تعالت الأصوات المطالبة بالتحقيق الفوري والشامل للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات. ويعد التزوير في التزكيات انتهاكاً صريحاً للقوانين الانتخابية التي تهدف إلى ضمان أن تعبر التزكيات عن إرادة حقيقية وصادقة من المواطنين في دعم مرشح معين. ومن جهة أخرى، فإن الاحتفاظ بأمينة مال حركة عازمون يشير إلى جدية التحقيقات التي تجريها السلطات المعنية في محاولة لكشف الحقائق وضمان محاسبة المتورطين. كما يعكس هذا القرار أهمية التصدي لمحاولات التلاعب بالإرادة الشعبية التي تعد أساس النظام الديمقراطي والانتخابي في تونس. ويأتي هذا التطور في سياق متوتر على الساحة السياسية.